السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. البنات مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نوجدوا واحد الحليوه اللي سهله وبسيطه، والمقادير ديالها حتى هما جد بساط، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره. اليوم غادي نشارك معكم البنات داك الحلوه ديال الكورني، تتجي زوينه البنات. هنا المقادير غادي نحتاج الصراحه غادي نحتاج غير نص باكيه ديال الزبده، وهنا عندي 4 كاس ديال الزيت وقبيصه ديال الملحه. عندي غادي ندير سنيده هنا طحنتها، ويمكن لكم تعوضوها بسكر كلاص، غادي ندير غير القياس، نتوما خليكم معايا. وعندي واحد 2 معالق ديال المزهر والدقيق على حساب الخليط البنات. ومن بعد غادي الا خصني الماء غادي نكمل بالماء. العجينه بحال ديال العقده ديال اللوز، يعني بحال نفس العجينه، يعني بحال هي هذه، يعني تتخدم بطريقه اخرى. هنا البنات غادي ندير كيف ما قلت لكم. هنا عندي غير نص ديال الباكيه ديال الزبده ديال 250. المهم غادي نضيف النص ديال الباكيه على حسب الباكيه اللي شحال تيكون فيها، ويمكن لكم تضيفوا زبده عاديه ديال العلبه او د العبار، المهم اللي عندكم موجود في الدار البنات وصافي. انا هنا الصراحه ما غاديش نكثر بزاف، حيت هاد العجينه راه غاد تعطيني بزاف تبارك الله، حيت غادي تورق، غتولي رقيقه، يعني راه غادي تودي لينا. هنا انا الزبده كي تشوفوا راه طريه، يعني بحراره المطبخ، ما تكونش في الثلاجه البنات. هنا غادي نعبر معكم سنيده باش تعرفوا القياس. وانتم عاوتاني اللي باغي الحلاوه اكثر راه يمكن ليه يضيف الحلاوه اكثر من هكا. هنا انا سنيده طحنتها باش ما تبقاش محبه، واللي بغيتو تضيفوا عاود سكر كلاص يمكن لكم ديروا عاود سكر كلاص، حتى هو راه تيجي زوين. 4 ولا حتى 5، تقدروا تضيفوا حتى 6 نتوما على حسب. انا غادي نخدم هاد الزبده مع هاد السكر سنيده، وغادي نزيد عليهم داك 4 كاس ديال الزيت. غادي نخلط مزيان، وديك القبيصه ديال الملحه هنا غادي نخلطهم مزيان ونخدمهم حتى يوليو بحال الكريمه البنات وصافي. وعاد غادي نضيف داك المزهر. الصراحه البنات انا راه ما غاديش نبقى نهضر حتى الاخر ديال الفيديو، يعني غنقول لكم المقادير وغتتبعوهم حتى الاخر. هنا البنات من بعد ما غنخدم هاد العجينه هادي، انا عندي داك المرشم ديال اللي غادي نضيف عليه هاد الحلوه ديال الكورني، غادي نخدمهم نطيبهم في الفرن. ومن بعد ما غادي نخرجهم، يعني انا غادي نعمرهم، يمكن لكم تعمروهم باللي بغيتو. غادي نضيف ليهم الصراحه انا خديت 10 دراهم ديال اللوز، 10 دراهم ديال الكركاع والتمر والزبيب، غير 5 دراهم الصراحه، على حسب نتوما الكميه اللي باغيين ديروا. انا هنا من بعد ما غادي نوجد هذوك المقادير غادي نطحنهم. الا بغيتو تحمروا الكاوكاو، عفوا اللوز، انا صراحه ما دايرش كاوكاو، دايره اللوز والكركاع. وانتم اللي بغيتو ديروا، تقدروا ديروا الكوك، تقدروا ديروا اي حاجه نتوما باللي بغيتو. انا هنا بعد ما غادي قلت لكم نسالي غادي نعمرهم بهاد المقادير نطحنهم. والشوكولات غادي ندوبو في حمام مريم، وغادي نخلط كل شيء، وبيه غادي نعمر داك الحلوه ديال الكورني. والتزيين تيبقى اختياري. الصراحه انا في الاخر ما كفاتنيش العماره، كيف ما قلت لكم انا خديت 10 دراهم من الجهه، ما كفاتنيش العماره. وقطعت شويه ديال الفريز وشويه ديال الكيوي وخلطتهم مع واحد الياغورت وصافي، بيه كملت هذوك اللي بقاو ليا، وغادي نعطيهم للدراري ياكلوهم بطبيعه الحال وصافي. المهم البنات، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم والحليوه ديال اليوم، ما تنساوش تكتبوا لي كومونتير وتشاركوا في القناه، وما تنساوش البنات لايك واشتراك، فضلا ليس امرا. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر.